الرنجة هاتيها وحطيها وبالمية المغلية انزلي بيها من غير بقى ايه ما نشوحها على النار ولا نزفر البوتاجاز ولا اي حاجة. يلا بينا هنشوف هنعملها ازاي. هنبدأ كده ونسمي بالله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شجعونا كده باجمل لايك منكم وتابعوا معانا الفيديو للاخر، هيعجبكم جدا. نجيب كده الرنجة ونحطها كده في صينية او اي حاجة عندنا ونغلي شوية مية كده حلوين، وبعد كده بنبدأ ان احنا بننزلها كده على الرنجة. هتلاقي الرنجة بدأت كده ايه تعلى كده وتتنفخ معاكي كده، ما تقلقيش خالص. دي بتخلي كده القشرة تبقى سالكة كده معاكي وتتقشر معاكي كده بكل سهولة وتتنضف بكل سهولة. كمان لو الرنجة معاكي هنا حادقة جدا بالمية ديت هتخليها ان هي تبقى دلع معاكي. هنا صفيناها كده بقى من المية المغلية، طبعا بردت خالص. وبعد كده ببدأ ان انا بشيل منها القشر، بفتحها بقى كده بقى بالمقص وببدأ ان انا بقى ايه بنضفها بقى كده كويس جدا بقى زي ما انتم ما شايفين، واشيل بقى منها مثلا السلسلة والشوك وكل دوت. وهنا طبعا معانا كانت مطلعه هنا البطارخ اللي هي بتبقى ناشفه كده شويه، بتبقى جميله جدا البطارخ دي. وهنا بقى بنبدأ ننضفها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ونقسمها كده بقى بالنص. وبعد كده هوريكم بقى هنا القشره بتتقشر معايا كده بكل سهوله زي ما انتم ما شايفين كده. مفيش احلى من كده بجد، تحفه جدا. مكنتش اتوقع اني تطلع بالجمال والحلاوه دي. سهله جدا وبسيط، وكمان طعمها بتبقى تحفه جدا. احسن كمان بقى ما نشوحها كده على البوتاجاز ويزفر كده البوتاجاز. وكمان البوتاجاز بتفضل الريحه بتاعه الرنجه بتفضل فيه مده فتره كبيره على العيون بتاعه البوتاجاز وما بتطلعش بسهوله. وكل ما تولعي البوتاجاز هتلاقي كده الريحه بتاعه الرنجه في البوتاجاز. فبصراحه دي الحته دي بتضايق اي حد، لكن عايزه اقول لكم بجد دي كده الطريقه دي خطيره جدا وجميله جدا بجد. مفيش اسهل من كده. كمان ما بتضيعش طعم الرنجة، والرنجة بتبقى فيها يعني طعم الرنجة كده بتبقى فيها كده، وطعمها بتبقى تحفة جدا، احسن كمان من اللي بتتشوح على النار 100 مرة. طبعا كلنا هنا واحنا بننضف لازم ناكل كده كلنا كده كستات بجد لازم ننضف وناكل. اتمنى حبايب قلبي لو وصلتوا لغايه هنا وعجبكم الفكره شجعونا كده باجمل لايك وكومنت حلو منكم واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل الاشعارات بتاعتنا الجديده. بجد خطيره وتحفه جدا وجميله. رغيف عيش بقى كده وحبة ليمون وكلي وبصل بقى واوعي بجد تحفة جدا. جربوها، واثقة متأكدة انها هتعجبكم جدا. جربيها حتى لو في واحدة بس، لكن بجد واثقة هتعجبك جدا بجد تحفة. جربوها وقولوا لنا ايه رأيكم، مستنية تعليقاتكم الجميلة وان شاء الله هتعجبكم جدا.